زيزو للأهلي، موقف بيراميدز مع النادي الأهلي. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. فيديو جديد كله حكايات وكله قصص بتحصل في الوسط الرياضي من امبارح لحد النهارده. أول موضوع معانا هو موضوع زيزو بالنسبة للنادي الأهلي. طبعا الكلام منتشر كتير والأخبار كتير بتقولك إن زيزو مش هيجدد لنادي الزمالك، وبنسبة كبيرة جدا الأهلي مخلص مع أبوه اللي هو وكيل أعماله. طبعا الكلام ده هو محدش يقدر يتكلم فيه، ولا حد يقدر يطلع يقول لك الاهلي خلص ولا في اي حاجه من الحاجات دي. زيزو لسه فاضل له شهرين في عقده مع نادي الزمالك، وبنسبه كبيره زيزو هيجدد. طب زيزو لو ما جددش هيروح فين؟ هل هيجي الاهلي ولا هيروح يحترف مثلا في فريق في السعوديه؟ وبنسبه كبيره جدا ده اللي هيحصل. من الصعب جدا ان زيزو يجي من نادي الزمالك على النادي الاهلي على طول. لازم يكون في فريق في النص، نفس اللي حصل مع امام، نفس اللي حصل مع بن شرقي. فموضوع زيزو للنادي الأهلي موضوع متعقد شوية، بس مفيش حاجة مستحيلة. مش أي حاجة مستحيلة. النهاردة كان في بودكاست كده هاني حتحوت مع عادل القيعي بيسأله تتمنى إن زيزو يجي الأهلي؟ فما ردش عليه ولف منه. يعني كان عايز يوقع عادل القيعي بس طبعا طلع مين؟ ده البروفيسور. بالنسبة ده لموقف زيزو، فموقف زيزو لسه يا جماعة محدش يتكلم فيه عشان لسه ما اتحددش، كلها اجتهادات من الصحفيين. بالنسبة لموقف بيراميدز، بيراميدز بقى بتقول لك ايه؟ بتقول لك انا هديك باك يمين اللي هو الشيبي، وهديك مصطفى فتحي او ابراهيم عادل اللي انت عايزه، والاقرب ان هو ابراهيم عادل فري. طب ليه؟ ايه المقابل؟ فري لمدة شهر اللي هو بتاع كاس العالم. طب ايه المقابل؟ ايه اللي هيجي لبيراميدز ان هو اصلا منافس بيك، منافس ليك؟ هيديك لعيبة اهم لاعبين عنده. والله هتسأل نفسك وتقول يعني ممكن بيراميدز يعمل كده؟ ممكن، مش بعيد. طب بيراميدز هيعمل كده ليه؟ اتكلمنا في الفيديو اللي فات وقلنا ان بيراميدز ممكن يعمل كده لاسباب. اول سبب ان هو هيستفاد منه اعلاميا. لما يتألق بيلعب فين؟ ده بيلعب في مين؟ بيلعب في بيراميدز، بيلعب في فريق بيراميدز. فالموضوع بيبقى برضه نقلة لنادي بيراميدز، وبرضه من ناحية الفلوس. يعني مثلا لو ابراهيم عادل جاله عرض فهيتباع بمبلغ اعلى. بالنسبة لكده فهم هيستفادوا منه ماديا. ماديا لما يتباع من بيراميدز، مش ماديا من النادي الاهلي. عشان هو بيقول لك الاخبار بتقول ان لما يلا كوره كانت بتقول النهارده ان بيراميدز هتديه للنادي الاهلي فري لمده شهر. ده موقف بيراميدز. طبعا زي ما احنا عارفين بعد بكره اللي هو يوم الثلاث الساعه 9:30 مباراه الاهلي والزمالك. وطبعا استنوا الحلقه بتاعت بكره، فيديو مهم جدا هنتكلم فيه عن الفنيات، هنتكلم فيه عن إن كولر بلاش يتفلسف علشان كل مرة بيضيعنا. هنتكلم فيه عن التشكيل المتوقع، هنتكلم فيه عن أبرز الغيابات اللي كانت ممكن تفيد النادي الأهلي، واللي كنا بنقول إن قفشة في القايمة، قفشة مش في القايمة، وقايمة الفريق مش موجود فيها قفشة. فهنتكلم في كل ده بكرة إن شاء الله. استنونا بكرة. سلام.